السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير. درس النهاردة احنا هنتكلم فيه عن حاجة اسمها سبريت اوبريتور. سبريت هي باينة كده من الاسم بتاعنا، هي فرد، انا هفرد حاجة. طيب، او هي عملية بتفرد شوية الداتا اللي احنا هنكون هنشتغل عليها دلوقتي. طيب، السبريت بتفرق معايا اكتر في الجزء بتاع الاوبجكت والاري. تعالى مثلا نعمل مثال كده. لو انا جيت عملت مثلا let وليكن وقلت let x equal مثلا علي وأحمد ومثلا كريم. حلو. وجيت مثلا عملت let y سميته مثلا علا وفاء بالشكل ده كده كفاية. حلو. فأنا عندي 2 array بالشكل ده، وجيت مثلا قلت عندي مثلا الزد ده array عايز احط فيه كل الداتا بقى اللي موجوده دي. انا جاي لي 2 array كده مثلا وليكن من الداتابيز، وعايز احط ال2 array دول مع بعض. طيب، احنا هنعمل ايه؟ احنا اللي احنا هنعمله ان انا عايز احط الاكس وعايز احط الواي جوه الزد دوت. طيب، هنعمل دوت ازاي؟ انك انت باختصار جدا هتروح تقول لي ايه، خلاص حط هنا الاكس وهنا ايه الواي بالشكل ده. فكده الزد دوت بقى اري كبير شايل الاتنين اري اللي موجودين دول. فتعالى نعمل كده كونسول لوج ونقول للراجل ده كده وريني الزد بتاعتك دي فيها ايه. تعالى نروح نشوف. قالك ان الراجل ده هو عباره عن اري كبير جواه 2 اليمنت او اللينس بتاعه 0 1. اول لينس موجود فيه اري تاني اللي هو علي واحمد وكريم، والتاني دوت اللي هو اللينس بتاع واحد موجود فيه علا ووفاء. بس الفكره ان انا مش عايز اعمل كده، انا عايز افرد الداتا دي كلها في نفس الاري. يعني بدل ما هو كده لا، يبقى علي واحمد وكريم وعلا ووفاء كلهم في اري واحد، مش كل واحد، او هو ما يبقاش اري كبير وجواه 2 اري. لا، انا عايز افرد الداتا دي. قال لك في الحل ده او في الحاله دي احنا بنلجا للسبريت اوبريتور. طب السبريت اوبريتور دي ايه؟ السبريت اوبريتور دول قال لك انك انت بتيجي تحط قبل الاليمنت اللي انت عايز تعمل له سبريت او عايز تفرده، بتحط قبله 3 دوت. و3 دوت دوت مش على حسب الاليمنت اللي موجودين عشان ما حدش يتلخبط وهو بيتفرج على الفيديو، لا، هو الكونسبت بتاعها هو 3 دوت، ولكن مش بعدد الاليمنت. يعني مش كل ما الاليمنت زاد كل ما انا هزود دوت، لا. يعني حتى انت لو تلاحظ في الواي هم 2 اليمنت بس اللي موجودين او 2 فاليوز بس اللي موجودين، انا هحط قبلهم 3 برضو دوت. ليه؟ لان انا هفرد الاري. طب تعالى كده نشوف شكل الحاجه دي بقت عامله ازاي دلوقتي. لو انا جيت بصيت كده هتلاقي ان الاري بتاعك بقى ايه؟ علي، احمد، كريم، علا، وفاء. فالموضوع كده باختصار ان السبريت اوبريتور دول او الثري دوت دول بقدر ان انا افرد الاليمنت بتاعي بالشكل اللي احنا شفناه ده. طيب، حلو جدا. اقدر استخدم السبريت اوبريتور دوت مع الاوبجكت. نفس الفكره بالظبط. لو احنا مثلا جينا افترضنا ان انا عندي let name 1 مثلا، وان الراجل ده بيكوال name مثلا يوسف، وجيت عملت let name 2 مثلا دي بالشكل ده. فاحنا كده عندنا 2 array وانا عايز اعمل او 2 object وانا عايز اعمل let names مثلا احط فيه الاسامي اللي هتجيلي ديت. فممكن نعمل ايه بقى؟ ان انا اقول للراجل دوت ان انا عايز اعمل اوبجكت كده كبير، والاوبجكت ده هدستراكت او هعمل سوري سبريت لمين؟ للنيم 1 وسبريت للنيم 2. طيب تعالى كده نعمل كونسول لوج للنيمز ده ونبدأ نشوف اللي احنا بنتكلم عليه. فالراجل ده كده باختصار قالك ان انا عندي النيم ديت فيها مثلا يوسف، والنيم 2 هو مرجعهولي كاوبجكت صريح ما عملوش سبريت لان احنا هنا ما عملناش ايه حته السبريت. فتعال نحط قبله 3 دوت ونرجع نشوف. فهتلاقي ان هنا الراجل ده النيم بتاعه زي ما انت شايف هو عمل اوفر رايد، وده بسبب ان احنا مكررين النيم والنيم. فمثلا خلينا هنا مثلا ايه دوت فيرست نيم، وده وليكن مثلا لاست نيم بالشكل ده كده. وتعالى نروح نشوف الشكل اللي هيكون موجود. فالراجل ده قالك ان الفيرست نيم يوسف واللاست نيم الخوانكي زي ما احنا شايفين. فالسبريت هي عملية بقدر ان انا افرد بيها الداتا بتاعتي. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. انتظرونا في تكملة هتكون للفيديو دوت لان هنبدأ نتكلم فيها على
جزء اسمه الشالو كوبي والديب كوبي، وده من ضمن الكونسبتس اللي احنا بنسأل فيها في الانترفيو. ده فيديو هيكون مهم جدا، هنبدأ نستخدم فيها العملية بتاعة السبليت اوبريتور دول عشان نبدأ ان احنا نشوف ازاي بنقدر نتعامل مع الشالو كوبي او الديب كوبي. متنساش تعمل لايك وتدعمنا بكومنت، ولو انت اول مرة تتفرج علينا اعمل سبسكرايب. السلام.